السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على جميع وفيات الوسط الفني خلال عام 2021. اللهم اغفر لهم وارحمهم. وفيات الوسط الفني، الفنانين الذين افتقدناهم في الوسط الفني خلال عام 2021، اللهم اغفر لهم وارحمهم. الأستاذ الكبير والسيناريست وحيد حامد، وهو من أشهر كتاب السيناريو في مصر. تاريخ ميلاده 1 يوليو عام 1944، وتوفي في 2 يناير عام 2021. أشهر أعماله الهلفوت، الإرهاب والكباب، الجماعة. الكاتب والسيناريست وحيد حامد. الممثل الكبير هادي الجيار رحمة الله عليه. تاريخ ميلاده 15 أكتوبر عام 1949، وتاريخ وفاته 10 يناير 2021. وأهم أعماله مسرحية مدرسة المشاغبين. الممثل الكبير هادي الجيار. الممثل القدير الراحل محمود عبد الغفار رحمة الله عليه، أحد رموز مسرح الطليعة. توفي 29 يناير عام 2021. الممثل محمود عبد الغفار. الممثل أشرف صالح، توفي 29 يناير عام 2021. الممثل أشرف صالح. الأستاذ الكبير المخرج المسرحي الأستاذ فهمي الخولي رحمة الله عليه، توفي في 29 يناير 2021. الأستاذ المسرحي الكبير فهمي الخولي. الممثل القدير عزت العليلي رحمة الله عليه. تاريخ ميلاده 15 سبتمبر عام 1934، وتوفي في 5 فبراير عام 2021. الممثل القدير عزت العليلي. الفنان الممثل سمير الجوكر، توفي في 6 فبراير عام 2021. الفنان سمير الجوكر. الممثل عباس منصور رحمة الله عليه، توفي في 11 فبراير عام 2021. الممثل عباس منصور. الفنان المطرب علي حميدة رحمة الله عليه، كان تاريخ ميلاده 20 مايو عام 1965، وتوفي في 11 فبراير عام 2021. الفنان علي حميدة. الفنان الأستاذ الكبير القدير يوسف شعبان رحمة الله عليه. تاريخ ميلاده 16 يوليو عام 1931، وتوفي في 28 فبراير عام 2021. الفنان الكبير يوسف شعبان. الفنانة الكبيرة القديرة أحلام الجريتلي، تاريخ ميلادها 20 فبراير عام 1948، وتاريخ وفاتها كان 28 فبراير عام 2021. الفنانة أحلام الجريتلي. الممثلة ليلى الإسكندرانية، توفيت في 3 مارس 2021 رحمة الله عليها. الممثلة ليلى الإسكندرانية. الفنانة سوسن ربيع، اسمها سوسن إبراهيم ربيع. تاريخ ميلادها كان 7 يونيو عام 1962، وتاريخ وفاتها 6 مارس 2021. الفنانة سوسن ربيع. الفنان الكبير عادل هاشم. الممثل والمخرج عادل هاشم، تاريخ ميلاده كان 19 فبراير عام 1939، وتاريخ وفاته 16 مارس 2021. الفنان الكبير المخرج والممثل عادل هاشم. الممثلة منى بدر، أهم أعمالها فيلم فتى أحلامي، وفيلم كلنا فدائيون، وفيلم سواقة التاكسي. الممثلة منى بدر، تاريخ ميلادها 15 نوفمبر عام 1939، وتاريخ وفاتها كان 18 مارس عام 2021. الممثلة منى بدر. المخرج رائد لبيب، توفي في 19 مارس 2021، وكان أشهر أعماله برنامج الكاميرا الخفية. المخرج رائد لبيب. الممثل الكبير القدير الراحل عبد الوهاب خليل، تاريخ ميلاده كان 12 مايو عام 1940، وتاريخ وفاته كان 19 مارس عام 2021. الممثل الكبير
عبد الوهاب خليل. الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، أشهر أعمالها عرف البحر، كابتن عفت، سامحني يا زمن، القطة العمية. تاريخ وفاتها كان 21 مارس 2021. الفنانة الشابة رضوى أبو شادي. الفنانة الممثلة فوزية أبو زيد، كانت من أسرة مسرح الطليعة، وتاريخ وفاتها كان 22 مارس عام 2021. وآخر أعمالها كان فيلم ألف مبروك في عام 2009، ومسلسل أيام الحب والشقاوة في 2010. الفنانة فوزية أبو زيد. المخرج التلفزيوني الكبير هاني إسماعيل، توفي في 26 مارس عام 2021. أهم أعماله كان مسلسلات سوق العصر، والسيرة الهلالية، وثورة الحريم، والحب بعد المداولة. المخرج الكبير هاني إسماعيل. الممثل سيد عثمان، توفي في 6 إبريل عام 2021. الممثل سيد عثمان. السيناريست الكبير مصطفى محرم، تاريخ ميلاده كان 6 يونيو عام 1939، وتاريخ وفاته كان 22 إبريل عام 2021. السيناريست مصطفى محرم. المخرج المسرحي رضا رمزي، توفي في 25 أبريل عام 2021. المخرج المسرحي رضا رمزي. المطرب الكبير ماهر العطار، تاريخ ميلاده كان 22 يناير عام 1939، وتوفي في 3 مايو 2021. المطرب الكبير ماهر العطار. الممثل القدير الراحل نجيب رشدي، توفي في 4 مايو عام 2021. الممثل الكبير نجيب رشدي. الدكتور الموسيقار جمال سلامة، توفي في 7 مايو عام 2021، رحمة الله عليه. الموسيقار الدكتور جمال سلامة. الممثل الكبير والقدير محمد ريحان، توفي في 14 مايو عام 2021، رحمة الله عليه. الممثل القدير محمد ريحان. الممثلة نادية العراقية، توفيت في 16 مايو عام 2021، رحمة الله عليها. الممثلة نادية العراقية. الفنان الكوميديان الراحل الكبير فطوطة صاحب البسمة سمير غانم، تاريخ ميلاده كان 15 يناير عام 1937، وتوفي في 20 مايو 2021، رحمة الله عليه. الفنان سمير غانم. الممثلة تحية حافظ، والتي توفيت في 3 يونيو عام 2021، رحمة الله عليها. الممثلة تحية حافظ. الممثل سيد مصطفى، تاريخ ميلاده 20 أكتوبر عام 1955، وتاريخ وفاته 19 يونيو عام 2021، رحمة الله عليه. الممثل سيد مصطفى. المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي، توفي في 20 يونيو 2021. المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي. المخرج أحمد المهدي، توفي في 23 يونيو عام 2021. المخرج أحمد المهدي. مدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق، والذي توفي في 2 يوليو عام 2021. مدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق. الممثلة سحر كامل، توفيت في 5 يوليو عام 2021. الممثلة سحر كامل. الشاعر والكبير الأستاذ الكبير الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما، الأستاذ فؤاد حجاج، توفي في 24 يوليو 2021. الشاعر والكاتب الكبير فؤاد حجاج. الممثلة القديرة الراحلة فتحية طنطاوي، والتي توفيت في 4 أغسطس 2021. الممثلة القديرة فتحية طنطاوي. الممثلة الكبيرة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، تاريخ ميلادها كان 17 يناير عام 1960، وتوفيت في 7 أغسطس عام 2021، رحمة الله عليها. كانت زوجة
الفنان الراحل سمير غانم. الممثلة القديرة دلال عبد العزيز. الممثل القدير عبد الله الشرقاوي، توفي في 7 أغسطس عام 2021 وهو كان من أسرة مسرح الطليع. الممثل عبد الله الشرقاوي. الناقد والباحث المسرحي الأستاذ أحمد نبيل الألفي، توفي في 9 أغسطس عام 2021 رحمة الله عليه. الناقد والباحث المسرحي أحمد نبيل الألفي. الممثل الكبير القدير محمد جبريل، تاريخ ميلاده 29 مارس عام 1945 وتاريخ وفاته كان 12 أغسطس 2021. الممثل القدير محمد جبريل. الكاتب والسيناريست فيصل ندى، تاريخ ميلاده 7 إبريل عام 1940 وتوفي في 17 أغسطس عام 2021 رحمة الله عليه. الكاتب والسيناريست فيصل ندى. الممثل القدير ماهر لبيب، توفي عن عمر يناهز 72 عام، توفي في 22 أغسطس 2021. الممثل القدير ماهر لبيب. المخرج كريم ضياء الدين، مش أشهر أعماله فيلم المراكبي، تاريخ ميلاده كان 17 أكتوبر عام 1946 وتوفي في 30 أغسطس 2021. المخرج كريم ضياء الدين. الممثل الكبير القدير الراحل ماهر سليم رحمة الله عليه، توفي في 2 سبتمبر 2021. الممثل الكبير ماهر سليم. الأستاذ الدكتور طبيب المخ والأعصاب الممثل سمير الملا، توفي في 6 سبتمبر 2021. الطبيب جراح المخ والأعصاب والممثل سمير الملا. الممثلة إيمان خيري شلبي، توفيت في 12 سبتمبر 2021 رحمة الله عليها. الممثلة إيمان خيري شلبي. الممثل أحمد هيبة، توفي في 14 سبتمبر 2021. الممثل أحمد هيبة. المخرج السينمائي طارق المرغني، تاريخ ميلاده 3 يناير عام 1955 وتوفي في 16 سبتمبر عام 2021. المخرج السينمائي طارق المرغني. المخرج المسرحي الأستاذ محروس عبد الفتاح، تاريخ ميلاده كان 29 سبتمبر عام 1964 وتوفي في 20 سبتمبر 2021 رحمة الله عليه. المخرج المسرحي محروس عبد الفتاح. الممثل الشاب وائل محمد عبد الفتاح، كان طالبا بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، توفي في 29 سبتمبر 2021 رحمة الله عليه. الممثل الشاب وائل محمد عبد الفتاح. الممثل والصديق الراحل علي فرج، عضو فرقة المسرح الحديث، توفي في 1 أكتوبر عام 2021 رحمة الله عليه. الصديق الممثل علي فرج. السيناريست والأستاذ والمخرج ياسر بدوي، توفي في 8 أكتوبر عام 2021 رحمة الله عليه. السيناريست والمخرج ياسر بدوي. الأستاذ الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون سابقا، كان تاريخ ميلاده 21 أغسطس عام 1938 وتوفي في 15 أكتوبر 2021 رحمة الله عليه. الأستاذ الدكتور فوزي فهمي. المؤلف والسيناريست كرم النجار، أبرز أعماله فيلم الصرخة، توفي في 16 أكتوبر عام 2021 رحمة الله عليه. المؤلف والسيناريست كرم النجار. الدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بمعهد الفنون الشعبية، توفي في 18 أكتوبر عام 2021. الدكتور صلاح الراوي. الممثل أحمد عبد الحي، توفي في 6 نوفمبر 2021. الممثل أحمد عبد الحي. الممثل الكبير القدير الراحل أحمد خليل، تاريخ ميلاده كان 15 يناير عام 1941 وتوفي في 9 نوفمبر 2021.
الممثل الكبير القدير الراحل أحمد خليل. الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي، والد الفنانة يسرى اللوزي. تاريخ ميلاده كان 9 سبتمبر عام 1958 وتوفي في 15 نوفمبر 2021. الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي. المخرج المسرحي مسعد الطنباري، والد الفنان رامي وهاني الطنباري، توفي في 20 نوفمبر 2021. المخرج المسرحي مسعد الطنباري. الفنانة الكبيرة الراحلة الممثلة سهير الببلي، تاريخ ميلادها كان 14 فبراير عام 1935، توفيت في 21 نوفمبر عام 2021. الفنانة الكبيرة الممثلة القديرة الراحلة سهير الببلي. رسام الكاريكاتير إيهاب النوبي، توفي في 10 ديسمبر 2021 عن عمر 33 عام. رسام الكاريكاتير إيهاب النوبي. الفنان القدير الممثل الراحل محمد عبد الحليم، توفي في 12 ديسمبر 2021. الفنان القدير محمد عبد الحليم. الممثل والمخرج الفنان الكبير محمد نبيه، مخرج مسلسل عائلة شلش، تاريخ ميلاده كان 7 ديسمبر عام 1930 وتوفي 13 ديسمبر 2021 عن عمر 91 عام. الممثل والمخرج الفنان الكبير محمد نبيه. الفنان الممثل محب كاسر، 22 سبتمبر 1936 ده كان تاريخ ميلاده، وتوفي في 18 ديسمبر عام 2021. الفنان الممثل محب كاسر رحمة الله عليه. مصممة الملابس المهندسة نعيمة عجمي، كانت تعمل مصممة أزياء ملابس بالمسرح، وكانت عضوا بمسرح الطليعة. توفيت إلى رحمة الله يوم 27 ديسمبر 2021 رحمة الله عليه. الفنانة الممثلة زينب عمارة، اسم الشهرة زيزي عمارة، هي ممثلة مسرح ووالدة الفنان الممثل والمطرب خالد الشرقاوي. توفيت يوم 28 ديسمبر 2021 رحمة الله عليها الفنانة زيزي عمارة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم لا تعاملهم بذنوبهم ولكن عاملهم بكرمك ولطفك ورحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم لا تعاملهم بذنوبهم ولكن عاملهم بكرمك ولطفك ورحمتك وغفرانك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ألحقنا بهم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.